أهلا بيكم في راديو حكاية. معاكم سارة رشاد وبرنامج في بيتنا طفل. هنا هنحكي ونسمع ونتعلم إزاي نفهم ولادنا ونقرب منهم أكتر بخطوات بسيطة وحكايات من قلب كل بيت. يا ترى ابنك من النوع اللي ما بيقعدش دقيقة؟ طول الوقت بيتنطط بيجري بيلمس كل حاجة حواليه وصوتك رايح في الهوا تقوله اقعد شوية؟ طب هو فعلا شقي ولا عنده طاقة زايدة محتاج يطلعها؟ خلينا نتفق إن في فرق كبير بين الطفل كثير الحركة بشكل طبيعي والطفل اللي عنده فرط حركة حقيقي وبيحتاج متابعة مع مختص أو جلسات سلوك. الفرق إن الطفل الطبيعي بيقدر يركز شوية لو المهمة اللي بيعملها عجباه، وبيقدر يتحكم في نفسه لو الطلب منه ده. أما الطفل اللي عنده فرط حركة وتشتت انتباه فبيبقى صعب عليه جدا إن هو يهدى ويركز حتى في الحاجات اللي بيحبها، وبيتشتت بسرعة جدا. وده مش ذنبه ولا ذنبك، بس محتاج تقييم من دكتور أو أخصائي سلوك علشان يتوجه صح. أما الأطفال اللي عندهم نشاط عالي بنتعامل معاهم كالتالي. أول حاجة نفهمه الأول النشاط الزايد مش غلط، بس محتاج تنظيم. نحدد له وقت حركة ووقت هدوء، زي نلعب ربع ساعة وبعدين نقعد نقرأ شوية أو نرسم. نخليه يساعد في حاجات بسيطة زي يلم لعبه، يساعد في ترتيب حاجات في البيت فيحس بالمسؤولية. نقلل السكريات والمشروبات الغازية لأنها بتزود النشاط أكتر من الطبيعي. نشجعه لما يهدى، نقوله أنا فخورة إن أنت قعدت شوية وسمعتني بدل ما نوبخه دايما. نوفر أنشطة تفرغ الطاقة، رياضة، جري، لعب. المفتاح الحقيقي إننا نوجه الطاقة دي في الاتجاه الصح، مش نقمعها، لأن نفس الطاقة دي ممكن تبقى سبب في إبداعه ونجاحه بعدين لو عرفنا نستخدمها صح. وبكده تكون خلصت حكايتنا النهاردة في راديو حكاية. كنت معاكم سارة رشاد وبرنامج في بيتنا طفل. دايما خلي بينك وبين ولادك مساحة حب واحتواء. نشوفكم على خير في الحكاية الجاية.